السلام عليكم حبيباتي الغاليات، بعد الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم وصفة قراتان بالشوفلور والبطاطا روعة. شفتها عند أخت مغربية وجربتها ونجحت من أول مرة. كما راكم تشوفوا في برما حطيت راس تاع الشوفلور الصغير، قطعته ونقيته مع ورق رند وشويه ملح يا البنات ومغرفه صغيره تاع الكمون وشويه خل وخليته يطيب. هنا في مقلاة يا البنات بعد ما قليت 3 حبات تاع البطاطا نحيتهم على جهه وخليت شويه الزيت وحطيت بصله متوسطه يا البنات قطعتها كما راكم تشوفوا. زدت تاني حطيت نص سطر تاع الدجاج اللي قطعته قطع صغيره خليتهم يتقلاو مليح. هكا نحركهم. وهنا بعد ما دخل شويه طياب للدجاج زدت تاني نص مغرفه تاع الثوم نخلط مليح ونبدا نضيف في التوابل. هنا زدت مغرفه صغيره تاع فلفل كحل ومغرفه صغيره تاع العكري، شويه راس الحانوت ومغرفه صغيره نتاع الزنجبيل. زدت تاني توابل الدجاج نخلطهم مليح هكا باش الدجاج يتنكه بالتوابل ويجي بنين. هنايا زدت الملح. زدت تاني ربيت حبة طماطم متوسطة زدت تاني ضفتها. نخلط دروكا المكونات شويه ونضيف مغرفة كبيرة نتاع الطماطم المصبرة وثاني شوية معدنوس، واللي حب الحرارة تزيد مغرفة صغيرة ولا كبيرة نتاع الهريسة. نخلط الكل مليح ونخليه يطيب وتنقص هذيك لاصوص وتعقد نحيه على جهة يا البنات ونرجع الشوفلور اللي صفيته هكا ونبدا نقلي فيه هكذا باش ينشف من الماء. نقطعو هكا يا البنات باش يتقلى مليح وثاني راح نضيفلو شويه توابل هكا باش ما يجيش صامت. هكا نحي ورقه الرند. هنا بعد ما تنكه شويه يا البنات بالتوابل اللي درتهم قبل في المقله ونضيف له شويه معدنوس ونزيد له ثاني مغرفه صغيره تاع العكري ومغرفه صغيره تاع فلفل كحل ونزيد له ثاني شويه ملح لكان مسوس. نخلطهم الكل مليح يا البنات هكا. هنايا حضرت البطاطا يا البنات في بلاطو ونحط خليط الشوفلور من فوق نوزعو مليح فوق البطاطا ونزيد فوقو يا البنات خليط الدجاج بالصوص نتاع الطماطم نوزعها مليح فوق الشوفلور هكا باش يجي بريد. هاد الطريقه عجبتني بزاف يا البنات، خير ما نحطو الشوفلور هكذاك دي مورسو كبار هكا يتقلى ويتنكه احسن واحسن. نسويه مليح يا البنات على البلا ونروح نخلط 3 بيضات مع شويه ملح. اللي حابه دير صلصه البيشاميل يا البنات دير. انا درت 3 بيضات كما راكم تشوفوا زدتهم شويه ملح وزدت ثاني الفرماج تاع المثلثات زدته ثاني قطعته قطع صغيره حطيتهم من فوق كما قلت لكم. كل وحده دير الشيء اللي يحبه وليداتها، والا تضيفي ياغورت ناتور في البيض وتخلطي. انا ما كانش متوفر عندي على هذاك درت غير البيض هكا نخلطو مليح ونضيفو من فوق هكذا. وزدت لهم ثاني فرماج ربي يا البنات من فوق هكذا. وفي نفس الوقت سخنت الكوشه نتاعي قبل وندخل البرا نتاعي للكوشه هكا يطيب حتى يتحمر.
وها هو القراتان تاعي بعد ما خرجته من الكوشه ما شاء الله الريحه راهي تشهي من بعيد. النتيجه جات يا البنات تحفه تحفه. هنايا نقطع لكم مورسو هكا نشوفوا مع بعض. شوفوا يا البنات والله النتيجة تحفة تحفة بنينة بزاف، واكيد راح نعتمدها دايما. جربوها وما راحش تندموا. بالصحة والهنا ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.